قبل أسابيع فقط من الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية، ضربة موجعة تهز مسيرة النجم المغربي أشرف حكيمي. النيابة العامة في نانتير الفرنسية تطالب رسمياً بإحالته إلى المحكمة الجنائية على خلفية تهمة تعود إلى فبراير 2023. رغم نفي حكيمي التام ورغم غياب الأدلة القاطعة حتى الآن، إلا أن توقيت القضية يثير الكثير من التساؤلات، خاصة مع اقتراب لحظة التصويت على الكرة الذهبية. هل تؤثر القضية على حظوظه في التتويج؟ هل يطغى الجدل القانوني على الإنجاز الرياضي؟ الكرة الآن في ملعب القضاء، لكن في سباق الجوائز الفردية كل عنوان له ثمن. في هذا التوقيت المشبوه، نعبر عن تضامننا مع اللاعب المغربي الذي أثبت بأدائه أنه من بين الأفضل في العالم، ويستحق أن يقيم على ما يقدمه داخل الميدان لا خارجه. هل يمكن فصل الرياضة عن القضايا الشخصية؟ وهل يستغل القضاء لإسقاط النجوم؟ شاركنا رأيك.